مشاهدي قناة الأسود، مرحبا بكم في هذه المراسلة الخاصة من مقر إقامة الصحفيين هنا بمدينة مارتيل. والمناسبة هي كأس القارات أو كأس القارية الخاصة بالمؤهلة لكأس العالم بأستراليا، سواء على مستوى المنتخبات كبار أو على مستوى أقل من 21 سنة المؤهلة إلى كأس العالم بالمكسيك. إذن مباريات اليوم الرابع أسفرت عن تأهل المنتخبات إلى كأس العالم، خاصة على مستوى مباريات دور الربع، لأن المتأهلين إلى المربع الذهبي يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم. اليوم المنتخب أو الثنائي المغربي المكون من زهير القراوي وإلياس الزعر فاز على الثنائي من البنين ياكوبو وطوهوغونغو بجولتين لصفر، تفاصيلهما 21-14 و21-12، وبالتالي الثنائي زهير القراوي وإلياس الزعر يتأهلان إلى المربع الذهبي وبالتالي إلى نهائيات كأس العالم بأستراليا، في حين أن الثنائي سفيان القاروطي وأنس صابر يتأهلان بدورهما إلى منافسات نهائيات كأس العالم بأستراليا بعد فوزهما على الموزمبيقي دينيلسون ومونغان بجولتين لصفر، 21-18 و22-20. إذن زهير القراوي وإلياس الزعر سيواجهان في المربع الذهبي إما منتخب غامبيا أو منتخب موزمبيق، بينما سفيان القاروطي وأنس صابر سيواجهان إما ثنائي من الطوغو وثنائي من مصر. على مستوى السيدات، من الفريق الثنائي المكون من ملال دينا وصياد محاسين يتفوزان على الموزمبيقيتين أنجيلا وفانيا بجولتين لصفر، تفاصيلهما 21-18 و21-12، وبالتالي يتأهلان إلى كأس العالم التي ستقام بأستراليا، في حين تعثرت كل من إيمان لياقي وإيمان زروال أمام الموزمبيقية كذلك ثنائي الموزمبيقي بجولتين لواحدة، تفاصيلهما 17-21 و21-17 و 12-15. لمناقشة نتائج المنتخبات الوطنية سواء على مستوى الذكور والإناث وكذلك الدورة ككل، يسعدني أن نستضيف هنا على قناة الأسود الصحفي الكبير وقيدوم الصحفيين الرياضيين الدكتور عبد الهادي الناجي، مدير جريدة النخبة والكاتب العام أو رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة. مرحبا بك سي عبد الهادي الناجي. شكرا سي عادل الرحموني. في الحقيقة أولا العنوان البارز والكبير خلال هذه الدورة هذه هو أن لا خوف على الكرة الطائرة الشاطئية المغربية أو كرة الطائرة بصفة العامة خاصة، وأن السياسة التي تنهجها الجامعة هي في الحقيقة سياسة مبنية على التشبيب وعلى التكوين المستمر، وهو ما أعطى دفعة قوية لهذه النتائج التي كانت نتائج واضحة وترفع راية المغرب خفاقة في هذا الإطار. فالأكيد هو أن الكرة الشاطئة المغربية حققت نتائج مبهرة في الحقيقة، لأن 4 منتخبات تأهلت إلى كأس العالم، وهو رقم ليس بالهين. وإذا ما رجعنا إلى سنوات عجاف نجد بأن كرة القدم الشاطئية كانت لا تراوح الشواطئ، وبالتالي هذا المعطى أعطى دفعة قوية وشحنة للألعاب الشاطئية، خاصة وأن هناك اسم كبير يحمل اسم بشرى حجيج، التي في الحقيقة نجدها حاضرة في كل لحظة وفي كل لقاء، وتدعم ليس الكرة الشاطئية المغربية، بل أنها بحكم أنها رئيسة الكونفدرالية الإفريقية نجد بأنها تبث الحماسة في كل الأفارقة، لأن همها الوحيد هو أن ترى إشعاعا أولا
الرياضة المغربية، وثانيا للكونفدرالية، للأفارقة بصفة عامة بحكم الانتماء. والملاحظة الأساسية هو أن الحضور الجماهيري المكثف الذي بث الحماسة في عناصر المنتخب الوطني، وبالتالي فإن المنتخبات المغربية ستكون لها الكلمة الفاصلة خلال هذه الدورة. وشكرا. إذن شكرا مشاهدي قناة الأسود على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة من مقر إقامة الصحفيين هنا بمدينة مرتيل. والمناسبة كما قلنا هي البطولة الإفريقية القارية المؤهلة لكأس العالم بأستراليا. شكرا للسي عبد الهادي الناجي على قبول الدعوة. مشاهدينا استودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.